السلام عليكم البنات الاخوات من قناه ام بوتينه. غادي نوجدوا معكم هاد الجالوزي، ان شاء الله ديروها وتجربوها. يلا بينا نوجدوها مع بعضياتنا. دابا الاخوات والبنات غنبداو بالكريمه ديال كريم باتيسير. هي هذه. هنايا غادي نديروا واحد السيطرو ديال الحليب يكون بارد. هاد الكريمه هذه دابا خصني نقول لكم بعدا. هنايا غادي ندير واحد 3 المعالق حتى 4 ديال الكريم باتيسير، وهنا عندي السيطر ديال الحليب. غادي ندير معلقه حتى 2 ديال السكر حبيبات سنيده. عندي هنا واحد الساشيه ديال الفاني غادي ندير منها، وغادي ندير هنايا وهذه غنخليها حتى الاخر ملي غطيب الكريمه. هذه بودره ديال اللوز طحنته، حمرته واحد شويه في الفران، مسحته شويه وطحنته بحال هكا، وفي الاخر عاد غنديرو. دابا غادي نبداو بالكريمه. غادي ندير واحد 3 معالق يكونوا بحال هكا بومبي. وغادي ندير هنايا واحد معلقه حتى 2 ديال سكر حبيبات. وغادي نسمو شويه. عندكم الحامض تقدروا تنسمو حتى بالحامض، حتى هو القشور ديال الحامض حتى هما تيجيو رائعين فهاد. انا غادي نسم شويه بهاد الحبيبات ديال بنكهه الفانيلا. انا غادي نحرك بعدا مزيان هاد الخليط ديالي، ما نلحقش ونديرو على هذا. المهم انا غادي نديرها على البوطه دابا حتى تعقد معايا، وغادي نرجع معاكم. دابا الاخوات كما قلت لكم انا دابا عندي طابت هاد الكريمه، ها نتوما تتشوفوا. هانتوما دابا انا غادي نزيد عليها هاد البودره ديال، ندير شي 3 معالق ولا 4 ديال اللوز. انا غنحرك مزيان حتى يدخلوا هاد العناصر. دابا حنا غنديروه هنايا باش ما ديرش لينا دوك فقاعات. كما قلت لكم، وغادي نغطيها بحال هكايا، وغادي نخليها هكايا على جنب، وغادي نمشيو للعجين. دابا البنات انا قلت لك كما قلت لكم غادي نحضر معكم هاد الحلوه هذه ديال الجالوزي. غادي نقدمها لكم بهذا العجين المورق اللي غادي نحضروها ان شاء الله. غادي نبداو دابا. عندي هنا واحد 400 غرام ديال الدقيق هذا، والدقيق يكون زوين ديال تنصوبوا به الحلويات. وعندي هنا واحد القبيصه ديال الملح. انا تنهضر معكم وانا تنقول لكم في المقادير. المهم الملحه غتكون شي معلقه صغيره. وهنايا حتى هنايا غادي ندير تندير انا بيديا واحد المعلقه صغيره ديال السكر. حيت حنا بغينا نحضروا هاد العجين هذا تقدروا تحضروا بها الملح والحلو. وانا درتها واحد شويه ديال السنيده، واحد معلقه صغيره. هنايا غادي ندير هنايا غادي ندير واحد 4 المعالق ولا 2، ندير حتى 3 ديال الخل. غادي ندير واحد الفاني، نسموها بالفاني. وغادي ندير معكم واحد 4 المعالق ديال الزيت.
غادي نعجنوها بالماء. هادشي كامل غادي نبسبسوه دابا. نبسبسو هادشي. هاد العجينه هادي تقدروا كما قلت لكم تحضروا بها الملح والحلو تيجيو زوينين. وانا اليوم بغيت نقدم معكم هاد جالوزي هادي. دابا غادي نخوي الماء بشويه بشويه. العجينه راه ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، ما خصهاش تكون ثاني مرخوفه. انا ما غاديش ندلكها ما والو، رانا غادي نجمعها، نحاول نجمعها. الماء ما نقدرش نقول لكم لحقاش الماء تيختلف دقيق، كل دقيق تيختلف على الاخر. غادي ندير واحد معلقه هكايا ديال الماء. انا غادي نجمعها. دابا البنات انا جمعتها، نتوما تشوفوا كيفاش هزت ليا. المهم كاس كبير ديال الماء بحال هذا، ما عرفتش شحال القياس ديالو، ولكن الماء كما قلت لكم تيبقى على حساب الدقيق. هانتوما تتشوفوا العجين. انا دابا راه ما غاديش ندلكها ما والو، انا راه جمعتها صافي. غادي نديرها دابا ترتاح، غنديرها ترتاح ونرجع معكم. دابا الاخوات انا عندي هنايا الزبده ديال مورقه. عندي هنايا انا درت 400 غرام ديال الدقيق. هنايا درت شي 200 غرام ديال الزبده مورقه. الا درتو نص كيلو بحال 500 غرام غديروا 250 ديال الزبده. انا دابا حك شويه مع الحال سخون غادي نديرها شويه هنا في الدقيق، ماشي بزاف، على شويه، وغادي نحكها هنايا في الحكاكه كما شفتوا هانتوما. صافي غادي نحكها وغادي والعجين راه خليتها عابن ما حكيت هاد الزبده، وغادي نمشي لها واحد 3 دقائق هكاك، وغادي نمشيو للزبده، نمشيو حتى للعجين. المهم معكم هاد الزبده هذه ونرجع. كما تتشوفوا البنات هانتوما تتشوفوا العجين خليتها واحد 3 دقائق ماشي بزاف. وغادي نستعند بواحد شويه تاع الدقيق ماشي بزاف، واحد شويه. دابا انا غادي ندلكها واحد شويه. كما قلت لكم الا كان الدقيق بزاف تحاولوا ديروا واحد البانسو بحال هكا وتبقاو تنفضوا فيها. او واحد شويه بالماء، فين ما تشوفوها راه بغات تلصق معاكم زيدوا واحد شويه الدقيق. الزبده اللي قلت لكم هي هذه، هانتوما شفتون كيفاش درت ليها، حكيتها في ديك الحكاكه. دابا انا غادي نبقى نحلها بعدا بالمدلك شويه. نتوما الا بغيتو كميه كبيره راه غادي تزيدوا، غادي تضابلوا المقادير. نديروا بحال هكايا، اما مربع اما مستطيل بحال هكا. وغادي نحاولوا هاد الزبده هذه اللي حكينا كاع نديروها، ولكن هاد الجوانب نحاولوا من هكايا.
نحاول دابا نوزعها على العجين كما شفتوا. دابا البنات كما قلت لكم احنا سرحنا هاد الزبده على العجين كامله. دابا غادي نبقى كما شفتوا نطوي بحال هكايا بحال هكا. نشدو هذا حتى هو نديرو ليه هكا. نحاولوا نقادوها مزيان باش ما تخرجش لينا ديك الزبده الجوانب. دابا غادي نستعنوا بالمدلك بحال هكا. فين ما لقيتوا العجينه غادي تشد لكم طاوله العمل، حاولوا دابا غادي نبقى ندلك فيها بحال هكا حتى نعطيها واحد الشكل. راه ما تتمحل لكم ما والو. دابا كما شفتوا حنا سرحناها دابا بحال على مستطيل. ثاني غادي نديرو ثاني كما درنا في الاول داك الطيه. نشوفوا وغادي نطويوها ثاني كما قلت لكم نتوما. دابا بقات لينا هذه هي الاخرى دابا اللي غادي ندير معكم هي هذه. كما قلت لكم هاد الطيات هادو اما يجيو بحال هكا على يدكم ولا يجيو بحال هكايا باش تبقاو عاقلين عليهم. دابا انا غنسرحها عاوتاني. دابا كما شفتوا حنا درناها بحال هكا. غادي نشد هاد القنت ندير ليه بحال هكا وهذا بلاتي باش تجي مقاده. نقادو شويه بيدينا هكا ونديرو ليها ثاني هكا. كما شفتوا هاد الطيه هذه ديما تجي اما من هنايا ولا تجي من الجهه اليمنى ديالكم. نستعنوا واحد شويه تاع الدقيق. بغيتوها تخليوها تريح واحد شويه بغيتو تخدموها. دابا غادي نخدموها ثاني نديرو ليها واحد 3 ولا 4 بحال هكا تور باش تورق معنا مزيان. كما شفتوا دابا حنايا دابا دلكناها ثاني على واحد المستطيل كما شفتوا. الا شفتوا فيها الدقيق بحال هكا كما قلت لكم نفضوها بداك البانسو. المهم انا غادي ندير ليها ثاني طيه واحده اخرى ثاني. شوف
هنايا باش نقادوها مزيان. نجيبوا لها الطيه كما شفتوا، ونديروا لها ثاني هذا. وديما هاد الطيه هذه تتجي اما هنايا جهتنا هنا على الخدمه ديالنا ولا على يدنا بحال هكا. ودابا انا غنخليها تريح واحد شويه، واحد جوج دقائق، وغادي نرجع معكم. كما قلت لكم باش ما تلفوش شحال من تور، ما قلتش لكم تبقاو ديروا بحال هكايا باش توريكم شحال من تور درتو. دابا درتو جوج، ديروا جوج. درتو ثلاثه، غتبقاو ديروا بحال هكا باش تعرفوا شحال اللي بغيتو تخليوها تريح. المهم هاد المعلومه هذه تكون عارف روسكم وصافي. كما قلت لكم ديما نستعنوا بالدقيق. دابا انا غادي نبقى ندير فيها ونستعن بالدقيق كما قلت لكم. دابا كما شفتوني انا ورقتها عاوتاني. دابا هذه هي الاخرى كما درنا في الاول. غادي نشدو ثاني هذا الطرف هذا، وديما هذيك الجهه اللي تنقول لكم ديما تكون من جهتكم من هنا كما هذه. ها هي بحال هكايا. دابا هي عندنا موجوده، حنا غنشوفوها. هانتوما تتشوفوا الاخوات كيفاش جا الفيلطاج ديالها. شفتوا؟ بغيت نوريكم. ما تاخذش من شي حاجه ماشي كثيره. شوفوا هنايا، هانتوما تشوفوا. دابا نقدروا نخدموا بها اي حاجه بغيناها، ولكن حنا اليوم بغينا نخدموا بها هاد الجالوزي اللي قلت لكم. صافي دابا انا غنخدم معكم هاد الطرف هذا. تقدروا تخدموا بها اي حاجه في المملحات. عجين ديال الكرواسون، المهم داكشي كاع ديال المملحات، لي شوسون، داكشي كله تخدم معاكم بها. المهم انا غادي دابا الاخوات كما شفتوا انايا قطعتهم متساويين كما شفتوا بحال هكايا. انا شتي قطعتهم متساويين. هذيك الكريمه اللي كدرت معكم قبيله ديال اللوز وكريم باتيسير، غادي ندير لها واحد بحال هكايا كيغدون بحال هكايا. اللي عندكم البوش ديروه. انايا درت تقيبه صغيره ما بلاتي. نقدروا نديروا عا هكايا في الوسط. درت ليها كيغدو ما دارتش معايا، درت انا عا بحال هكايا، ما عنديش البوش. المهم غادي نحاولوا معاها نديروا عا في الوسط باش ملي نبغيو نديروا عليها الاخرى ما تخرجش لينا من الجوانب. غادي نديروا نستعنوا بواحد المعلقه بحال هكايا. دابا لينا شي جهه ما عامرش مزيان نعمروها. ماشي بالضرورة تكون عندنا البوش، على اللي كاين نخدموا به.
الجوانب نحاولوا من لا من الاسفل ولا من هكا من الجوانب، ما نديوش الحشوه بزاف لهيه. وهاد العجينه هذه اللي كانت تتبان لكم في الكاميرا غادي نحاول ندير دقيق بحال هكا باش ما تلصقش ليا، هي ما غتلصقش، ولكن هنايا نحاول نديرها واحد شويه ماشي بزاف، وغادي نتنيوها كيما هكايا كما تتشوفوا معايا. وغادي نشد واحد الموس نديرو بحال هكا في الدقيق، نشد هذا يمكن ماضي شويه عليه، نبداو نفلحو فيها بحال هكايا بحال هكا. نمشي معاه بحال هكا تنكمل. دابا انا غندهن هاد الجوانب هادو باش يلصقوا ليا بالبيض. انا طربت واحد البيضه هنايا كما شفتوا معايا. وعلى فكره ملي نبغيو نديرو نورقوها باش نخدموا بها ما نورقوهاش بزاف باش ما يمشيش ليها هذوك المتورقه، هذوك سميتو الفلتر ديالها ما يمشيش. كيما شفتوا دابا معايا هانتوما شفتوا معايا كيفاش. انا غادي نقادها دابا. تقدروا تقادوها في كل بوطاجي عاد تهزوها تحطوها في اللاطه، تيبقى لكم الاختيار. نديروا ليها بحال هكا باش نزكيوها مزيان الاصابع ديالنا باش وغادي نديروا هاد سميتها باش نعطيوها هذيك هاد المورقات دابا اللي غنحيد دابا ما غنلوحهمش، نقدر نخدم بهم شي حاجه واخا شي حاجه في الفران. المهم غادي نقاد معكم هاد الاخرى. غادي ندهنها من هنايا كما شفتوا معايا. نقدروا كنديروها لوليداتنا، نديروها بحال هكايا تتكون غاليه في لي باتيسري وداكشي، نقدروا نديروها في البيوت ديالنا. كما شفتوا دابا الاخوات، انا هذاك العجين اللي كانت شاطت ليا من هذه نفس سميتو، درت العجين درت فيها ديك الحشوه ودرت هادو هكا فرديين. المهم انا شكلت معكم هذه. دابا انا غنديرها في الفران كما قلت لكم. الفران يكون سخون مزيان، الفران حتى هو راه تيلعب دور، خصو يكون سخون مزيان. دابا انا غندي نديرها في الفران، ولا كان عندكم الفران ديال الضوء تقدروا ديروها في 200 درجه. ومن بعد غادي نقص عليها واحد شويه. دابا انا غندير عندي الفران ديال الغاز، انا غادي نديرها في الفران. دابا راه سخن ليا الفران وغنقص عليه شويه وغادي نخليها طيب بالمهل، وغادي نوريكم في الاخر الشكل النهائي ديالها. الاخوات البنات نتوما تشوفوا كيفاش جاتنا الجالوزي ديالنا، جات طيبه. وهادو اللي تا هما هادو تا همايا نتوما تشوفوا كيفاش جاو. المهم غادي تزينوها بداكشي اللي بغيتو.
داكشي اللي تيبغوا وليداتكم. انا غادي نزينها شويه بالعسل. عندكم رقائق اللوز ديروها، اللي عندكم ديروها، عندكم الكوك، عندكم انا غادي ندير دابا على اللي عندي عسكر كلاصي غادي نزين به كما قلت لكم باش ما كنزينو. الا عندكم شويه الناباج ديروه بحال هكا باش يعطيكم البريو. دابا البنات تزين كما قلت لكم داكشي اللي عندكم. انا غادي ندير واحد الورقه بحال هكايا بحال هكا باش نزينها بالسكر باش تمشي معايا هي هذيك. نجيو تاني لهنا بلاتي بغيت نشارك معكم كلشي. دابا انا غادي نزين حتى هادو حتى همايا. غادي نمسح هاد طاوله العمل باش ملي نقطعها راه جات مقرمشه. الاخوات والبنات هانتوما تشوفوا كي جات الجالوزي ديالنا. ما صبرتش عليها انايا، قطعتها وهي سخونه وانتم صبروا عليها حتى تبرد وانا باقا سخونه ومقرمشه. وهذا وانتم زوينه هانتوما تشوفوا كيفاش جات. المهم ديروها وجربوها وردوا عليا الخبر كما موالفين، وما تنسونيش من التعاليق، وما تنسونيش من اللايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد من عندي ومن قناه ام بوتينه. تنهدي لكم هذه الوصفه هذه، تنتمنى تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله.